إذا أولادك ما بيحبوا السمك جربي هالطريقة ورح يطلبوه منك كل مرة. مرحبا يا حبايب، إذا عندكم أولاد ما بيحبوا السمك وبتعاني كل مرة كيف بدك تقدميه على الغداء ما تقلقي. اليوم جبتلك طريقة سحرية بتخليهم يعشقوه يطلبوه منك كل مرة. جربتها مع أولادي ونفعت معي وفعلا صاروا يحبوا السمك أكتر من الدجاج. يلا تابعوا معي الطريقة خطوة بخطوة، خبروني رأيكم بالكومنتات. المكونات يلي رح نحتاجها: طحين ونشا، فلفل أسود، كركم، بودرة ثوم، كمون، كزبرة يابسة أو ناشفة، بيكنج باودر، ملح ومية شرب. بأول خطوة بنجيب زبديتين واسعات وبنحط فيهم الطحين مع النشا وبنخلطهم منيح، بعدين بنضيف كل البهارات، رشة فلفل أسود، شوية كركم ليعطيه لون حلو، بودرة الثوم مشان النكهة، الكمون والكزبرة اليابسة ليزيدوا الطعم الطيبة، وكمان البيكنج باودر لقرمشة خرافية، وأكيد ما بننسى الملح. واحدة للتتبيل، يعني زبدية للتتبيلة وزبدية للتطحين. تابعوا الفيديو معي للآخر ورح تشوفوا الطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله ما رح تتغلبوا فيها. بنخلط المكونات الجافة مع بعض وبعدين بنضيف مية الشرب شوي شوي لحتى يصير عنا خليط متماسك، يعني مو سائل كتير ولا جامد. يا جماعة لما عملت هالوصفة لعيلتي أول شي فكروه كريسبي مقلي وما صدقوا إنه سمك، والله بدون مبالغة شكله وقرمشته بالنهاية بالضبط مثل كأنك عاملة كريسبي تشيكن، بس في النهاية النكهة الطيبة تبع السمك. جربوا هالوصفة اللذيذة والبسيطة وإن شاء الله رح تعجبكم، تدعولي عليها من قلبكم، تطلع معكم بالعزايم شي بيرفع الراس وبيبيض الوجه قدام الضيوف، وشي جديد ومميز عن الطرق المعتادين عليها لتقديم السمك. جربوها وشاركوني رأيكم بالتعليقات. حبيت أذكركم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يعني هذا الشهر هو فرصة ذهبية، أبواب الجنة مفتوحة والأجور مضاعفة والشياطين مربطة. مستنيين؟ خلينا نستغل هالفرصة ونقرب من الله أكتر. يا رب اجعل لنا بهالشهر المبارك نصيب من كل خير، واغفر لنا زلاتنا وأعنا على الصيام والقيام، وتقبل منا أعمالنا يا كريم. انا نسيت ضيف البيكنج باودر مع المكونات الجافة فحطيتها بالصوص اخر شي ما بيأثر. وبعدين قطعت الفيلة وحطيتهم بالتتبيلة، انا حطيتهم على حسب الوقت اللي كان موجود عندي، فيكن تحطوها ساعة ساعتين، فيكن قبل ب5 ساعات مثلا تحطوهم بالبراد، ما بيأثر بتتشرب النكهة كتير. هلا انا قطعت الفيليه على هالطريقه هاي، في ناس بيحبوها مطوله، في ناس بيحبوها ارفع واسمك، هاي الشي بيرجع لكم. انا هذا اللي كان الحجم كتير مناسب لإلي. تبلتهم كتير منيح وشلتهم على جنب. اخر شي مرحله التطحين بقلوله. نمسك السمكة منيح وبنحطها بالطحين وبندعكها بإيدينا كتير منيح وبننفضها من الطحين. أول مرة أنا زبطت معي، التانية حسيت إنه ما مسكت منيح عليها الطحين، رجعت غطستها بالصوص تبع السمك الفيلة ورجعت طحنتها مرة تانية، هيك لحتى خلصت الكمية كلياتها عندي. ونفضل القطعة من الطحين كتير منيح مشان ما ينزل بالزيت لما بنقليها فبيقلب لون الزيت أسود. هاي الخطوة كتير مهمة أنا بالنسبة لإلي، فإن شاء الله بتساعدكم ولا بيقلب اللون الزيت على غامق ولا بيعلق رواسب الطحين بقلب السمكة. هلا بزيت غزير وحامي بنضيف السمكات عليها، وما بتاخد وقت طويل مشان ما تطلع المي تبعيتها. وهي النتيجة قدامكم، إن شاء الله تعجبكم، اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. باي باي.